الوضع الحالي ده عامل ازاي؟ وعايز اسال حضرتك تعليقك على موضوع بصفتك راجل في كارير السياحه، فيما قاله الدكتور مرسي ان السياحه السنه دي زادت 1,000,000 سائح، فانت رايك ايه في موضوع السياحه بالتحديد؟ مش فاهم ان هو لو في اي نوع من انواع التفكير، لو رجع لجميع البيانات اللي موجوده في وزاره السياحه او في مركز المعلومات، هيعرف ان الكلام ده كله كده. اذا كان حد مليهوله فهو ضحك عليه، اذا كان هو بيقول كده من عنده يبقى مش فاهم. لان احنا البيان والحركه في السياحه في مصر كل شركات السياحه واحده. يعني السياحه ما جالهاش اقبال جديد. انا بسالك وانا بعمل في المجال، بس انت راجل خبره وانت من رواد السياحه في مصر قديم الازل، واشتغلت كل انواع السياحه بالكاتيجوري بتاعها، فانت شايف ان مرسي لما يقول ان السياحه من ضمن انجازاته، ان حضرتك كراجل من رجال السياحه بتشكر مرسي لان السياحه زادت بالنسبه لك 1,000,000 سائح؟ هو لما قال زياده وعمالك هم ادوا له بيان غلط، يقول له احنا ما رفعناش شويه ويقول له احنا نزلنا شويه، هو فكر ان دي زياده، انما ده كله يعني السياحه فشلت واتدمرت في العهد بتاع مرسي اثناء السنه دي. احنا السياحه دي يكفي ان هم حضرتك ان في 12 دوله بعد خطابه اعلنت بقطع مصر نهائيا. وايه مردود السياحه لما عين محافظ الاقصر اللي هي فيها ثلاث ارباع الاثار في العالم في الاقصر؟ انا عايز حضرتك يزود السياحه. ده بنظامنا يزود السياحه، زودها تحت لما يعين محافظ هو ارهابي وقاتل لمذبحه الاقصر، فيحطوا محافظ الاقصر. ومردود الكلام ده حتى على الناس اخواتنا الصعايده برضه هو راجل كان كده سليم. هو زي ما استغل السلفيين كمان في فتره انتخابات الرئاسه وقال لهم ان انتوا معايا وان انتوا هيبقى لكم شعب، وبعدين ضحك عليهم وما ادوهمش حاجه خالص. لما حس ان في زنقه في البلد حب انه يعمل لهم حاجه، فقال لهم اجيب واحد منكم اعمله محافظ. الشعب كله صار على السلفيين وصار عليه. النهارده السلفيين عملوا ايه؟ شقوا عنه، سابوا المره الرابعه ومشوا. شقوا عنه طبعا. حتى بعض الاخوان قال لك